اهلا بيكم يا شباب في درس جديد من كورس تعلم اللغه الانجليزيه من الافلام والمسلسلات. معانا النهارده مشهد كامل كوميدي من مسلسل فريندز، يعني باذن الله هنضحك وهنتعلم. هشرح لكم فيه اهم المصطلحات والكلمات اللي ممكن تنفعكم في حياتكم اليوميه، وكمان هشرح لكم اهم الاختصارات الصوتيه. زي ما قلنا في الحلقات السابقه، الاختصارات الصوتيه هي اهم حاجه تخرج منها في الكورس ده، لان الاختصارات الصوتيه لو فهمتها هي بالنسبه لك هتكون مفاتيح هتساعدك انك تفهم الاجانب وكمان تتكلم زيهم. من غير ما اضيع وقتكم تعالوا نشوف معانا ايه النهارده. Okay, bye. Well, Monica's not coming. It's just gonna be me and Rachel. Oh. Well, hold on there, Camper. You sure you've thought this through? It's laundry. The thinking through is pretty minimal. See, it's just you and Rachel, just the two of you? Yeah. This is a date. You're going on a date. Nuh-uh. Yeah, huh? So what are you saying here? I should shave again? Pick up some wine? What? Well, you may want to rethink the dirty underwear. What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? No. Oh, and the fabric softener? Okay. Now what is wrong with my snuggles? What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy, you know, like a little fuzzy bear. All right, I can pick something else up on the way. There you go. طيب قبل ما نبدأ في المشهد بتاع النهاردة خليني أدي لك خلفية بسيطة عن المشهد عشان أساعدك تفهم كالعادة، وكمان برضو خليني أديكوا شوية معلومات عن ثقافة الغسيل أيام التسعينات في أمريكا وبالتحديد في نيويورك. الولد ده اللي اسمه راس واللي منكم حضر المسلسل عارف إن هو كان عنده كراش على بنت اسمها ريتشل، كان بيموت عليها، ولكن عمره ما جات له الفرصة أو الشجاعة إن هو يعبر لها أو يتكلم معاها. ولكن في النهاية كده حصلت حاجة، وهو وأخته وريتشل كانوا رايحين مع بعض يغسلوا الهدوم. هتقولي ثانية واحدة، رايحين مع بعض يغسلوا الهدوم؟ هي حفلة؟ هقولك زمان أيام التسعينات زي ما قلت لك، وخصوصا في نيويورك، في كل مبنى كده في البدروم أو الدور الأرضي في أوضة اسمها لانجري روم، أوضة الغسيل. الأوضة دي بيكون فيها مجموعة غسالات كتير جدا. الناس كانت بتروح بتتجمع، أو أنت بتجمع هدومك الملبوسة اللي أنت عايز تغسلها وتروح بتحط كوينز كده في الغسالة وتحط هدومك وتغسلها وتاخدهم نضاف وتمشي. طبعا النظام ده كان أيام التسعينات، لسه موجود في بعض الأماكن القديمة، ولكن دلوقتي الدنيا طبعا اتطورت جدا وكل واحد عنده اللانجري روم بتاعته. تمام كده؟ يلا بقى نشوف المشهد اللي معانا. Okay, bye. Well, Monica's not coming. Okay, bye. Well, Monica's not coming. Okay, bye. Well, Monica's not coming. المشهد الأول بدأ معانا وهو كان بيتكلم في التليفون مع حد، وباين جدا إن هي مونيكا، وبعدين قال well Monica's not coming. well Monica's not coming. كلمة well يعني حسنا، ولكن ما يهمنيش المعنى قد ما يهمني الاختصارات اللي في الجملة. هو قال Monica's not coming. Monica's not coming. بدل ما يقول Monica is not coming هو قال Monica's not coming ولضمهم بسرعة. لاحظ ان هو ما اتكاش على صوت التي اللي في not، وما اتكاش على الاي ان جي اللي في going. ما قالش going، هو قال going، وما قالش not، هو قال not coming، ما اتكاش عليها. وكمان مونيكا وإز اتلضموا مع بعض وبقت مونيكاز، فالجملة كلها Monica's not coming. و not coming يعني لن تأتي أو مش جاية، يعني مونيكا مش جاية. تمام كده؟ خلينا نكمل. It's just gonna be me and Rachel. Oh. It's just gonna be me and Rachel. Oh. It's just gonna be me and Rachel. Oh. طبعا هو بفرح كده وفخر قال It's just gonna be me and Rachel. It's just gonna be me and Rachel. طيب في اختصارات هنا عايز اشرحها لك. It is بقت it's، و just التي اللي في الاخر ما اتكاش عليها وبقت it's just. تمام. و going to بقت gonna، الجملة او نص الجملة is just gonna بدل ما تقول it is just going to بقت is just gonna. و be me and Rachel. be me and Rachel. be يعني تكون، لما بتقول حاجة going to be يعني هتكون كذا كذا. هنا في الجملة بيقول it's just going to be me أنا
and Rachel. وريتشل طبعا فرحان جدا دلوقتي هينفرد بيها اهو، هتكون انا وريتشل بس. خلينا نكمل. Well, hold on there, Camp. Well, hold on there, Camp. Well, hold on there, Camp. فلما شافه فرحان كده رد عليه وقال له Well hold on there camper. Well hold on there camper. قبل ما تقول لي انت بتقول ايه بالظبط، خليني اشرح لك واقول لك ان الشخص ده بيتكلم بسرعه كبيره جدا، هو اسرع واحد في الكاركترز كلهم في الكلام، فهتلاحظ ان هو بيتكلم وبيوقع كلام كتير لدرجه ان انا اضطريت ارجع للسكريبت الاصلي عشان اعرف الكلمه الاخيره اللي هي كامبر كان بيقولها ازاي، او هو قالها او انا كان بيتهيألي. هو شككني في وداني بصراحه. فهولد اون بيكون معناها اصبر استنى. hold on عايزك تفتكرها كويس جدا لانها مشهوره وجمله شائعه وهتسمعها كتير قوي. فممكن مثلا تكون بتفتح الباب كده وبتتكلم في التليفون مع حد وعايز تقول له استنى كده خليك معايا اصبر، فتقول hold on. وكلمه there يعني هناك، ولكن لو ترجمت الثلاث كلمات دول hold on there هيكون معناها استنى عندك كده اصبر يا حبيبي انت رايح فين. camper camp انت عارفها انك تخيم، كامبر اللي هو الشخص المخيم، وبرضه بتكون العربية اللي شكلها كده اللي انت بتستعملها علشان تخيم. هتقول لي طب ايه العلاقة؟ اقول لك هو هنا بيعمل نكتة او بيرمي كده كلام ان انت وهي ولوحديكوا هتخيموا، يعني اصبر يا عم المتخيم انت او عم المخيم اصبر كده انت رايح فين. هيقول له بقى نصيحة ويقول له على حاجة. تعال بقى نكمل باقي الجملة اللي هو تقريبا كلها كلها وبرضه قالها بسرعة. Are you sure you've thought this through? Are you sure you've thought this through? Are you sure you've thought this through? هو قال you sure you've thought this through. You sure you have thought this through. ولكن قالها بسرعة زي ما أنا قلتها لك. You sure you've thought this through. طيب خليني بقى أشرح لك الاختصارات. You have بقت you've ودي اختصار you have. Thought this through. الأول في جزء بتاع جرامر أنت المفروض تعرفه. كان المفروض يقول are you sure بس هو ما قالش كده. كان يصح ان هو يقول are you sure. هو وقع ار وده طبيعي جدا وبيحصل في الشارع مفيش مشكله وبين الاصدقاء. وطبعا انا مش بقول لك يصح ان هو انا بعدل عليه، لا دي لغته وهو ادرى بيها وبيتكلمها بالشكل ده وما عنديش مشكله فيها، ولكن انا بقول لك الكلام ده ليك انت علشان لما تكون في امتحان اوعى توقع ار وتقول ما هم بيتكلموا كده. لا، الكلام الاكاديمي حاجه والكلام بين الاصدقاء حاجه تانية خالص. وبعد كده thought this through. الجمله دي مهمه جدا. thought this through. كلمه thought و through بيكون معناها انك تفكر ماليا في حاجه، انك تاخد وقتك وتفكر كويس قوي. وكلمه thought دي الماضي بتاع think، يعني الجمله اصلها think through. فممكن تقول مثلا I will think through it. I will think through it يعني انا هفكر في الموضوع او في النقطه دي ماليا، سيبني بقى كده انا هفكر فيها. تمام؟ فهو بيقول له انت متاكد انك فكرت ماليا في الموضوع؟ طبعا راس قال له It's laundry. The thinking through is pretty minimal. 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 طبعا منطقي وهتفهم ليه. It's laundry يعني ده غسيل. It's laundry. The thinking through التفكير ماليا. The thinking through احنا قلنا ان think through الفعل او التعبير انك تفكر بشكل ماليا في حاجة، تاخد وقتك وتفكر فيها. The thinking through يعني التفكير ماليا في حاجة is pretty minimal. minimal يعني محدود، يعني ده غسيل هفكر بشكل ماليا في ده غسيل، مش قصة يعني. فخلينا بقى نشوف وجهة نظر تشاندلر في الموضوع. See, it's just you and Rachel, just the two of you? See, it's just you and Rachel, just the two of you? See, it's just you and Rachel, just the two of you? Sees just you and Rachel, just the two of you. خلينا اشرح لك. See اللي هو بص بمعنى ينظر وده فعل. It is طبعا اختصرنا وقلنا it's just ما تتكاش على التي just you and Rachel. It's just you and Rachel يعني انت وريتشل بس. تمام؟ It's just you and Rachel, just the two of you. لاحظ ان احنا بننطق of بالفي مش بالاف، اللي هي بالاف لو قلت the two of you دي اللي هي الحرف الجر الثاني اللي عليها دبل اف او اللي فيها دبل اف دي اف واحد. تمام؟ ويقصد يقول لهم انتوا الاثنين بس. عايز يلفت نظره لحاجه برضه ما فهمناش، خلينا نشوف عايز يقول ايه. This is a date. You're going on a date. Yeah. This is a date. You're going on a date. Yeah. This is a date. You're going on a date. راس قال يا اللي هو ايوه، فراح قال this is a date.
This is a date. طبعا لضم a وما قالش this is a date، هو قال this is a date. This is a date. date يعني موعد غرامي. وطبعا الكلمة دي بقت معروفة جدا حتى في الوطن العربي بتاعنا للأسف يعني. وبعدين كمل وقال you're going on a date. You are going on a date. اختصر you are وبقت you're وده اختصار طبعا شائع جدا. going on a date. You're going on a date. لما بتقول إني رايح في موعد going on a date. going on بيكون معناها ذاهب فيه. عندك إيه؟ date. فأنت رايح في موعد غرامي. طبعا كبر الموضوع قوي، ده هم شوية غسيل يعني، الراجل عنده شوية غسيل عايز يغسله فرايح يغسلهم معاها. كبر الموضوع قال له ده موعد غرامي عشان انتوا الاتنين لوحديكوا. وطبعا التاني زي ما قلت لك أصلا خايف ومخضوض خلقة. خلينا نشوف عمل إيه. So what are you saying here? I should shave again to pick up some wine? What? So what are you saying here? I should shave again to pick up some wine? What? So what are you saying here? I should shave again to pick up some wine? What? فطبعا هو مخضوض كده ووشه مخطوف قال so what are you saying here? What are you bet what are you saying here? What are you saying here? كأنك بتقول water بس طبعا ما بتقولش water. هو اختصر. شايف الاختصارات وصلت لحد فين؟ بدل ما يقول what are you قال what are you saying? 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 شايف اختصر what are you but what are you saying? So يعني إذن what are you saying here؟ يعني أنت بتقول إيه؟ ولكن طبعا هو قالها بسرعة. So what are you saying here? What are you saying here? Saying طبعا ما قالش saying. ويقصد يقول يعني أنت تقصد إيه هنا؟ يعني أنت عايز تقول إيه؟ I should shave again, pick up some wine. What? I should اللي هو يجب عليا. shave يعني إن أنت تحلق أو تقص شعرك. shave again أو أحلق دقني تاني. pick up يعني يلتقط. ولكن لما بتقول pick up حاجة بيكون معناها ان وانت رايح كده تجيب حاجة في طريقك وانت رايح. pick up some wine. طبعا كلمة wine ربنا يعزنا ويعزك يعني اللي هو الخمرة الواين. فيقصد يقول له انت عايز تقول ايه هنا؟ يجب عليا او المفروض ان انا مثلا احلق تاني او اجيب شوية واين او حبة واين وانا رايح اللي هو ازازة واين يعني ولا ايه؟ فنشوف هيقول ايه. Well, you may want to rethink the dirty underwear. Well, you may want to rethink the dirty underwear. Well, you may want to rethink the dirty underwear. هو راح رد عليه وقال له well you may want to rethink the dirty underwear. well لو حسنا you may want ممكن تكون محتاج أو ممكن تعوز to rethink يعني إعادة التفكير فيه. فهو طبعا بيشاور على حاجة في الباسكت اللي معاه dirty underwear. dirty يعني متسخ. underwear طبعا كلكم عارفينها. فهو بيقول له ممكن تحتاج إعادة التفكير في الأندروير الوسخ بتاعك اللي في الباسكت. هو تقريبا عنده نقطة هنا وأنا أتفق معاه. خلينا نشوف. What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? فراح هو رد عليه وقال وطبعا أكل كلام كتير زي ما تعودنا من الشخصية دي. This is basically the first time she's gonna see your underwear. You wanted it to be dirty? This is basically the first time she's gonna see your underwear. You want it to be dirty? طيب بالراحة. This is basically the first time she is going to see your underwear. You want it to be dirty? طيب خلينا أشرح لك الاختصارات والمعاني. This is basically يعني هذه في الأساس أو تقريبا غالبا كده the first time. لما بتقول the first time بيكون معناها المرة الأولى أو أول مرة. وطبعا اختصر she is going to اختصرها وقال she's gonna يعني she is but she's we going to but gonna she's gonna بدل ما نقول she is going to she's gonna. شايف اختصرنا قد ايه؟ see your underwear. see انك تشوف او الفعل يرى. see your underwear يعني هو بيقول له دي في الأساس أول مرة هتشوف فيها ملابسك الداخلية. بعدين أضاف وقال you want it to be dirty. it هنا عايدة على الملابس الداخلية و dirty قلنا متسخة. فهو بيقول له أنت بقى عايزهم يكونوا وسخين أو عايزه يكون وسخ اللي هو الملابس الداخلية بتاعتك. يقصد يقول له كده بالمعنى بتاعنا العامي ده أول مرة هتشوف هدومك الداخلية. عايز الهدوم بقى تبقى وسخة لما تشوفهم. تقريبا عنده نقطة وأنا هنا اتفقت مع تشاندلر.
تعال نكمل ونشوف ايه اللي حصل بعد كده. What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? No. Oh, and the fabric softener? Oh, and the fabric softener? Oh, and the fabric softener? فراح تشاندلر طبعا عنده حاجة تانية عايز يقولها. Oh, and the fabric softener. لاحظ كلمة softener فيها تي لكن هو ما نطقهاش، وده شائع جدا. زي مثلا لما بتقول internet، American بيقولوا internet وما فيهاش مشكلة. softener ممكن تقولها softener ما فيش مشكلة، لكن احنا بنقول softener عشان هي أسهل. fabric اللي هو الفايبر، fabric softener يعني ملطف الأقمشة. ده منتج كده تقريبا كل الستات عارفاه، انا ما عنديش خلفيه عنه كتير يعني. هو بتجيبه بتحطه في الهدوم او في الغساله علشان يخلي الهدوم ناعمه وانت بتلبسها. فبيقول له وكمان الفابريك سوفنر ده. فهو طبعا هنا عنده وجهه نظر تانية، خلينا نشوف عايز يقول ايه. Okay, now what is wrong with my snuggles? Okay, now what is wrong with my snuggles? Okay, now what is wrong with my snuggles? فهو طبعا هنا مستغرب ومصدوم زي بالظبط، بيقول okay. Now what's wrong with my snuggles? What is wrong with what's wrong? لما بتقول what's wrong with بيكون معناها ما الخطب، ايه المشكلة في كذا كذا كذا. ممكن تشوف عربية عطلانة فتقول له what's wrong with your car؟ ايه مشكلة عربيتك؟ فيها ايه؟ ما الخطب؟ تمام؟ فهو أنا بيقول له what's wrong with my snuggles. كلمة snuggles يعني ملطفات. على فكرة snuggle ده اسم البراند الشركة، زينا كده بياخدوا اسم البراند وبيكون كناية عن المنتج. تمام؟ أتمنى تكون وصلت. خلينا بقى نكمل. فهو بيقول له إيه المشكلة مع ملطفات الأقمشة بتاعتي؟ خلينا بقى نشوف وجهة نظر الأستاذ تشاندلر. What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy, you know, like a little fuzzy bear. What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy, you know, like a little fuzzy bear. What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy, you know, like a little fuzzy bear. وهنا بقى أنا اقتنعت ليه تشاندلر كان بيقول له كده. فهو بيقول له what? It says I am a sensitive, warm kind of guy. What اللي هو ايه يعني في ايه؟ It says انها تقول قصده العبوة يعني، او هي العبوة طبعا مش بتقول حاجة، بتقول ان هي بتشير لكذا كذا. I am sensitive. Sensitive يعني حساس. Warm يعني دافئ. I'm a sensitive, warm kind of guy. لما تقول kind of guy يعني نوعا من الرجال. Guy is يعني رجل. فهو بيقصد يقول يعني إنه يؤكد أو إن البتاعة دي softener بتشير على إنني رجل حساس ورقيق. وبعدين كمل وقال you know like a little fuzzy bear. كلمة fuzzy اللي هو بيكون ذو رغوة أو عنده شعر كده، لما بتحط حاجة في المية وتبلها وتطلعها بتكون fluffy fuzzy حاجة كده. مش كلمة مش لازم تعرفها. bear يعني دب، يعني دب مبلول كيوت كده. ده اللي يقصد يقوله، انه يؤكد على انني او بيشير على انني رجل حساس ورقيق مثل دب مبلول صغير. little يعني صغير. اقتنعت ليه تشاندلر قال له ارمي البتاعة دي؟ يعني حساس ودافي ورقيق في ايه بقى؟ ما مش كده صح ولا لا؟ اتظبط ارجل كده. ده كان قصد تشاندلر، فعنده وجهة نظر تقريبا. خلينا نكمل. All right, I can pick something else up on the way. All right, I can pick something else up on the way. All right, I can pick something else up on the way. فطبعا هو بنفسه لاحظ غلطه وشاف قد ايه هو كان رقيق وحنين قوي، فقال I can pick something else up on the way. I can pick something else up on the way. فاكر لما قلت لك ان pick up معناها يلتقط، وممكن تكون معناها وانت رايح مكان في طريقك تشتري؟ هو ده اللي معانا النهارده. هو حرفيا بيقول له I can pick something else. something else يعني حاجة تاني. on the way. on the way المعنى الحرفي يعني في الطريق او في طريقي، يعني وانا رايح هشتري حاجه. فترجمه الكلام هنا وهو بيقول اوكي ماشي خلاص انا ممكن اشتري حاجه وانا رايح في طريقي. هو خلاص كده اقتنع وعرف اللي فيها. طيب شرحنا الدرس وخلصنا كل حاجه، تعالى بقى نشوف الدرس مره كمان بالترجمه الانجليزي مصحوبه بالنص العربي وشوف نفسك فاهم قد ايه، مع اني متاكد انك اصلا مش هتحتاج للترجمه العربي. بس يلا بينا. Okay, bye. Well, Monica's not coming. It's just gonna be me and Rachel.
Oh. Well, hold on there, camper. You sure you've thought this through? It's laundry. The thinking through is pretty minimal. See, it's just you and Rachel, just the two of you? Yeah. This is a date. You're going on a date. Nuh-uh. Yeah, huh? So what are you saying here? I should shave again? Pick up some wine? What? Well, you may want to rethink the dirty underwear. What? This is basically the first time she's going to see your underwear. Do you want it to be dirty? No. Oh, and the fabric softener? Okay. Now, what is wrong with my snuggles? What? It says I'm a sensitive, warm kind of guy, you know, like a little fuzzy bear. All right, I can pick something else up on the way. There you go. طيب انت هنا وصلت معايا لنهاية الدرس، اتمنى يكون الدرس وصلكم، وطبعا في النهاية انا بستنى اراء حضراتكم لانها تهمني جدا، وعلى اساسها ببني الحلقات اللي جاية في الكورس. شكرا جدا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.